عارفين زمان لما كانوا بيحبوا يكافئونا كده ويجيبوا لنا اكل من بره، كانت بتبقى الفرخه دي. اصل ما كانش في اي اكل جاهز من بره غير الفرخه دي، فرخه المحلات اللي بتلف كده في الشارع وبتجننا كده بريحتها وشكلها. الفراخ الشوايه بتاعه المطاعم. النهارده هقولك ازاي تعمليها بدون سلق ولا حتى شوي. لو عملتيها في عزومه الكل هينبهر بيها وهيطلب الطريقه منك. لونها يا جماعه في منتهى الجمال، ولا التسويه مش قادره اوصفلك. خطيرة ودايبة وبحشوة مميزة جدا، ولا توابل ولا تتبيل، ومش هتدوقي غير طعم الفراخ المميزة جدا بطعم وريحة كده ونفس زمان. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. اول حاجة معايا فرخة. الطريقة دي اعمليها بفراخ بيضة بفراخ بلدي حسب المتوفر عندك. الفرخة اللي كانت معايا فرخة بيضة وكمان اي وزن متوفر، دي كان وزنها حوالي كيلو 900 جرام. الفراخ طبعا اهم حاجة في الوصفة دي او في اي وصفة فراخ انها تكون مغسولة ومتنضفة كويس، وكمان معمول لها محلول النقع اللي دايما بنقول عليه. مية ودقيق وملح وليمون وشوية خل صغيرين، انقعيها نص ساعة، اشطفيها وسيبيها تتصفى كويس. كمان جبت منديل مطبخ وبدأت ان انا انشفها معايا كويس جدا كده من بره ومن البطن، ومورقة عندي بين الجلد كده واللحم بتاع الصدر، هينفع جدا في الوصفة دي. معايا بقى هنا بصلتين متوسطين. البصل فرمته عندي في الكبة سواء احمر او ابيض المتوفر عندك. فرمت البصل في الكبة وهبدأ ان انا احط عليه نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الملح، وهحط كمان نص معلقة صغيرة من الكمون، ورشة بسيطة جدا جدا من القرفة. القرفة ما تزوديهاش. عارفين كده اللي بيحبوا مرتة البصل الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. وهبدأ دلوقتي بقى ان انا ادعك الكلام ده كله مع بعض. الخطوة دي يا جماعة هي سر طعم الفراخ كلها، بالإضافة بقى للخطوات بتاعة التسوية اللي هنتكلم عليها. هدعك البصلة كويس قوي، وبكده يعتبر تتبيلة الفراخ جاهزة عندنا، ولا أي صوصات بقى ولا توابل ولا أي حاجة غريبة. المرتة بتاعة البصل كده جاهزة، هبدأ إن أنا أخدها وأحشي بيها الفرخة. وزودي كمية البصل حسب ما انتي حابة، كل ما بتزوديها لو بتحبي البصل ده بيكون رهيب. هحشي معايا بقى تحت الصدر علشان يطعم كده لحم الفراخ من جوه، ووزع الجلد كده تحت الصدر كويس قوي. واحشي كمان البطن، حطي بقى بين الأوراق، دليكي كده الفرخة كلها من بره بتتبيلة البصل الرهيبة دي. ريحتها يا جماعة في منتهى الجمال. كده خلاص خلصنا بقى الفرخة بتاعتنا، وهقلبها من بره كويس جدا بالبصلة اللي فيها التوابل. وهبدأ ان انا اقفل الرجلين بتاعتها في الفتحة دي زي ما بنعمل كده الحمام بالظبط. لو عندك فراخ بلدي اعمليها برضو بنفس الطريقة، هتكون كده في منتهى الجمال. ديوك رومي، اي حاجة اعمليها بنفس الطريقة، بصراحة طعمها بيكون في منتهى الجمال. كتفت الفرخة بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودعكتها من البصل كده كويس قوي من بره، هي كده جاهزة معايا. معايا هنا معلقة من الزبدة او السمنة، هحط عليها معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو. طيب لو مش متوفر استخدمي عندك معلقة كبيرة من الكاتشب او نص معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم. وهحط معايا معلقة صغيرة كده من اي توابل فراخ بتستخدميها. انا بستخدم تتبيلة الشيش طاووق كتوابل فراخ، فببدأ ان انا اخد منها معلقة صغيرة واقلبي الكلام ده كله مع بعض، وادهيني بيه بقى الفرخة بتاعتك وغلفيها كويس قوي من بره. هتستخدمي معاكي كاتشب او صلصة، حطي عليهم ملح وفلفل اسود مع معلقة السمنة وحلوة قوي، ودليكي بقى الفرخة بتاعتك دي. ده يا جماعة هيدي للفراخ لون مش قادرة اوصفلك كده الجمال. اهم حاجة بعد كده ابدأ ان انا اجيب خلة اسنان واثبت معايا الجناح ده علشان ما يقعش مني مع التسوية. وهنسوي النهاردة الفرخة بقى ولا سلق ولا شوي، وهتطلع رهيبة. طب لو انتي حابة تسلقيها، طبعا ما تضيفيش صوص الباربيكيو ولا السمنة، الخطوة اللي احنا بنعملها دلوقتي. وبعد ما تكتفيها كده اسلقيها بالطريقة بتاعتك العادية، ولما تستوي طلعيها وابدأي حمريها سواء تحت الشواية او في طاسة كده على البوتاجاز حسب رغبتك. ده لو انتي عايزة تسلقيها وعايزة شوربة. تعالي نشوف بقى الطريقة بتاعت النهاردة. هثبت كده الأجنحة زي ما أنا قلت لكم، وهشوي معايا الفراخ النهاردة يا جماعة في الكيس الحراري. ناس كتير جدا ما بتحبش تشوي في الكيس الحراري، بتقولك أصل الفرخة بتطلع مميمية، يعني سايبة كده من نفسها ومش عارفة امسكها، ولحمها دايب والعظم طالع منها وشكلها مش أحسن حاجة وطرية كده. تعالي النهاردة أحللك المشكلة بتاعت الكيس الحراري. معايا كده كيس حراري، هاتي كيس حجمه مناسب لحجم الفرخة. رقم 1 علشان تستخدمي الكيس والجلد ما يلزقش فيه، حطي فيه معلقة كده من الدقيق وعفريه كده كويس قوي بالدقيق. واي دقيق زيادة ابدأي ان انت تخلصي منه علشان ما يتحرقش معاكي جوه الكيس.
الخطوة بتاعة تعفيرة الكيس بالدقيق دي بتعمل زي عازل كده إن جلد الفراخ يلزق معاكي جوه الكيس، فبالتالي الفرخة تطلع سليمة زي ما هي. هبدأ بقى إن أنا أحط معايا الفرخة جوه الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هديلها بس رشة ملح كده ورشة فلفل أسود. عايزة أقول لكم هتخلي الجلد في حتة تانية خالص، وطعمه وريحته في منتهى الجمال. هدخل دلوقتي الفرخة كده جوه الكيس بتاعي وابدأ ان انا اقفله، مش هضيف لها اي سوائل جوه الكيس اطلاقا. حابة تحطي معاها خضار، حطي معاها خضار مقطعاه حجم كبير كده، بطاطس، كوسة، فاصوليا، وبسلة، اللي انت حباه، بس تقطعيهم احجام كبيرة. هقفل بقى الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والقفل المخصص ليه بيبقى عامل زي حديدة كده مغلفة، ببدأ ان انا برومها عليه، واجيب الكيس افتح له فتحتين كده علشان يتخلص من اي بخار وهو جوه الفرن فما يفرقعش مني، واحطه جوه صينية. وجوه الصينية هحط معايا حوالي كوباية كده من المية، وابدأ ان انا ادخله الفرن. انا هدخلها الفرن دلوقتي وهخرجها كده، هنعمل فيها خطوة، بس تعالوا بقى اشرح لكم التسوية المظبوطة احنا هنعمل فيها ايه. دخلت الفرخة دي بالكيس كده على فرن على اعلى درجة حرارة. الفرن شغال معايا من تحت، ولو عندك مروحة شغليها هتوزع معاكي الحرارة. بسيبها على درجة حرارة عالية حوالي كده من 20 ل25 دقيقة، قولي نص ساعة على درجة حرارة عالية. بعد كده ببدأ ان انا هدي درجة الحرارة بتاعتي لدرجة حرارة 200، يعني فرن برضو اعلى من المتوسط بشوية. بعد حوالي ساعة كده ببدأ ان انا اختبر التسوية بتاعة الفرخة وهي جوه الكيس. بعد شيش طاووق كده او سكينة، ببدأ ان انا ادخلها في الصدر وفي الورك، ما تطلعش مكان الفتحة دي اي سوائل ولا مية ولا اي حاجة. ببدأ ان انا اخرج الفرخة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بطلع الفرخة وابدأ ان انا افتح الكيس، وافتح الكيس بحرص كده لانه بيكون مليان بخار علشان ما يلسعش ايدك لا قدر الله. ببدأ ان انا اطلعها، طبعا الفرخة لسه ما كملتش التسوية الكاملة ولا اخدت اللون، بس انا لو سبتها تكمل تسوية وتاخد اللون بتاعها وهي جوه الكيس، عايزة اقول لكم هتتفكك من بعض ومش هتعرفي تمسكيها، والجلد هيكون طري كده ومش احسن حاجة. ببدأ بعد ساعة ان انا افتح عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادهنها كده من الدهون اللي نازلة منها كويس قوي، وادخلها معايا الفرن مرة تانية. بدخلها معايا الفرن مش بشغلها الشواية خالص، انا بسيبها على درجة حرارة 200 زي ما هي، حوالي 25 دقيقة 30 دقيقة حسب وزن الفرخة اللي عندك. بتسيبيها بقى جوه الفرن كده تاخد وتدي مع نفسها، هتكمل التسوية بتاعتها وكمان هتاخد اللون الرهيب ده مع توزيع المروحة. لو ما اخدتش اللون واستوت خلاص ونشفت وعايزة تخرجيها، افتحي لها الشواية. انا علشان عندي مروحة وزعت الحرارة، فالفرخة بدأت ان هي تاخد اللون ده من تحت ومن فوق مع بعض. يبقى سيبناها ساعة جوه الكيس، والنص ساعة الأخيرة بدأت ان انا النص ساعة الزيادة فتحت الكيس ودهنتها كده بالحاجات اللي نازلة منها، وسبتها معايا جوه الفرن لغاية ما تتشوي وتكمل تسوية وتاخد اللون الرهيب ده. يبقى قعدت في الفرن ساعة ونص، طبعا حسب وزن الفراخ اللي عندك، ممكن تقعد أقل أو أكتر، مفيش مشكلة. طلعي الفرخة بقى وشوفي الجمال، لونها اللهم بارك خطير كده وتخطف العين. ولا الريحة يا جماعة، الريحة بتاعت البصل ده خطيرة جدا مع الفراخ. كل اللي هتدوقيه في الفراخ كده طعم الفراخ الأصلي بتتبيلة كده فظيعة، التتبيلة بتاعت زمان الهادية الرايقة كده تحفة. وبما ان الفرن كان شغال على طول استغليت وعملت معاها طاجن بطاطس وشوية رز بشعرية بقى على البوتاجاز من فوق. مش قادرة اوصف لك الطعامة. بصوا كده فص الصدر دايب قد ايه، ولا الدبوس والورك، وكمان الفرخة ماسكة نفسها، يعني مش مهرية كده ومتكسرة. طلعي بقى من الحشوة دي ودوقي احلى واطعم فراخ تقدري تاكليها في الدنيا مع شوية البطاطس دول. أكلة الطفولة، جربوها، متأكدة إن هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.